صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هاعمل لِك صوابع زينب المقرمشة المرملة اللي شكلها كده يفتح النفس. بس في بداية الفيديو كده هاوريكِ بعض الفيديوهات اللي إحنا عملناها مع بعض على القناة، وهاسيب لِك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب والوصل المميز. أتمنى يا جماعة تشيروا الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع. بالمناسبة لو بتشاهدوني من على التيك توك أتمنى تنوروني وتشرفوني على قناتي على اليوتيوب، هكون سعيدة جدا بيكم. اللي مش عارف يا جماعة اسم قناتي اللي بيشاهدني من على التيك توك، لو عايزة تخش على قناة اليوتيوب هتلاقي اللينك بتاع قناة اليوتيوب على الصفحة الرئيسية بتاعت على صفحتي على اليوتيوب على التيك توك. الموضوع اتلخبط كده. يعني هتخشي على الصفحة الرئيسية بتاعة التيك توك هتلاقي كلمة اليوتيوب، اضغطي عليها هتوصلك للقناة على طول. وقناتي اسمها الوصفة المميزة مع تغريدة الصباح علشان في كتير بيسألني. ونرجع الفيديو بتاعنا. مبدئيا كده هنعمل الشربات الأول علشان يلحق يبرد معايا. معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم معلقة كبيرة من عصير الليمون. لحد كده متفقين؟ متفقين. وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. لو ما عندكوش عسل جلوكوز يبقى ممكن تستبدليه بمعلقة كبيرة من عسل النحل. لو ما فيش أي حاجة ما فيش مشكلة خالص. هنبدأ نغلي ده 15 دقيقة. أول ما تحطيه تعديله 15 دقيقة، وبعد ما يبرد تماما هو ده كان القوام بتاعه. يعني هتسيبيه يغلي كده، بعد ما يغلي هتسيبيه حوالي 7 دقايق. وبعد كده هنحط الفانيليا، طبعا احنا بنحط الفانيليا بعد ما الشربات يبرد تماما علشان ريحة الفانيليا ما تروحش من الشربات. وهنركنه على جنب علشان لازم يكون بارد معايا، والقوام بتاعه ايه متوسط، مش خفيف ومش تقيل قوي للغاية. يعني مش زي بتاع الكنافة تقيل جامد، متوسط كده بس مايل للتقل شوية. وهنبدأ ندوب الفانيليا كده ونركنه على جنب. ونروح شوف الوصفة بتاعتنا، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ انا حبيت اوريك القوام بتاعه علشان تبقي انت عارفه شكله ايه. ونروح للوصفه بتاعتنا. معايا كوبايتين من الدقيق بيعادلوا ربع كيلو يا جماعه، ومعايا نص كوبايه من السميد العادي من غير ما يكون ما فيه اي حاجه خالص، يعني سميد من عند العطار مش مخلوط بقى حاجه اللي مش الاكياس الجاهزه، يعني سميد سايب. نص كوبايه دول بيعادلوا 100 جرام. ومعايا رشه من الملح بتاع كل المعجنات. ومعاها نص معلقة صغيرة من الخميرة، وما تكتريش عن كده علشان يا جماعة احنا مش عايزينها تخمر، مش عايزين صوابع الزينب تخمر منا. ومعايا معلقتين كبار من الزيت. ومعايا 50 جرام من السمنة، سمنة بدرجة حرارة المطبخ علشان لما اجي نبسها في الدقيق كده تنبس بمنتهى السهولة. وبعد كده هنبدأ نبس الكلام ده كله، لازم نبسه كويس قوي، لازم تبسيه كويس قوي قبل ما تنزلي بالسوائل. في الوقت ده أنا معايا كوباية إلا ربع من المية بتعادل 150 جرام، عليهم معلقة صغيرة من عصير الليمون. ليه أنا حطيت عصير الليمون؟ علشان أنا مش عايزة أحط فانيليا في العجين. حد يقول لي مش عايزة أحط فانيليا ليه؟ هقول لك يا ست الكل علشان الزيت اللي أنا أقلي فيه ما يبقاش ريحته فانيليا، فتقدري تستخدميه في أي حاجة تانية. متفقين؟ متفقين. بعد ما عجنت العجينة هسيبها بس ترتاح 5 دقايق ومش أكتر من كده، احنا مش عايزين العجينة تتخمر معايا. بالمناسبة يا جماعة المية اللي أنا حطيتها دافية دافية بسيط. وبعد كده هقسم العجينة دي على قطعتين. طبعا المرحلة الأولى اللي احنا هنعملها، يعني الرول الأولاني ده أول ما أشكله على طول هقليه، مش هسيبه مركون جنبي علشان ما يخمرش. وبعد كده هرجع أعمل الرول التاني اللي احنا سيبناه. طيب أنا هشكل دلوقتي صوابع زينب بطريقتين اتنين، وتقدري تعملي الطريقة وهقولك طريقة دي ميزتها ايه ودي ميزتها ايه. بس قبل ما نقول لكم بقى الطريقة، أنا أتمنى تحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك إشعار بيه. وحابة أشكركم كتير كتير، وأستنى منكم برضو كومنت، يعني وجه مبتسم زي كده أو وردة جميلة كده زيك هتسعدني جدا. وحابة أشكركم كتير كتير من الأرض كده لحد السما على الكومنتات والدعوات الحلوة اللي فعلا بتفتح نفسي للشغل. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. نرجع تاني، هنجيب مصفى عادية خالص أو مبشرة أو البصمة بتاع الكحك، أي حاجة عندك. وتبدأي، احنا كورنا الكور كده، وتبدأي تبططيها أكنها قرصة. وبعد كده تلفيها لفتين وتدمجيها كويس. الطريقة دي هي التشكيل الأولانية. طيب دي ميزتها ايه؟ دي يا ست الكل لو انت عايزة لو انت عايزة صوابع زينب يكون طرية،
يعني بتخليها مقلبوزة شوية كده علشان تبقى مرملة وطرية معاكي. لكن لو انت عايزاها مقرمشة الطريقة الجاية هتبقى مقرمشة معاكي، التشكيل الجاي. طبعا في الوقت ده انا شكلت الاولانية وقليتها، بس انا جيت دلوقتي في الفيديو عملتهولكوا ورا بعض علشان ما تلخبطوش مني. دي بقى بعمل صوابع وبعملها رفيعة، علشان انا عايزة اعملها رفيعة علشان تقرمش معايا مش تبقى ايه طرية. فلو انت حابة الطريقة دي او دي زي ما انت حابة يا ست الكل، حابة تصغري الصوابع عن كده مفيش مشكلة زي ما انت حابة، بس ما تصغرهاش قوي علشان ما تنشفش منك اثناء القلي. شايفين بقعد ادمجها كويس قوي، ما تسيبهاش تخمر. اول ما تشكلي على طول لازم تروحي تقليها في الزيت بسرعة علشان احنا مش عايزينها تتخمر معانا. في الوقت ده انا حاطه طاسه فيها زيت على النار، وهبدا زيت يكون سخن بس مش بيقدح قوي، وبرضه في نفس الوقت ما يكونش بارد علشان طبعا صوابع زينب ما تشربش زيت معايا. شايفين انا اختبرتها ازاي سخن بس مش لدرجه الغليان. وبعد كده هنزل بصوابع زينب، ما حركهاش خالص الا ما تطفو على الوش. اما تلاقيها عامت على وش الزيت كده تبداي تقلبيها. شايفين بدات عامت ايه. حد يقول لي الزيت فيه رغاوي ليه؟ هقول لك يا ست الكل علشان انا كنت قاليه فيه بلح الشام، فبلح الشام فيه بيض، فهو اللي مخلي فيه الرغاوي دي. شايفين هنفضل نقلب فيها كده تسيبيها لما تغمق. ما ينفعش يا جماعه تطلعي صوابع زينب دي بالذات لونها ذهبي، لازم تغمقيها درجتين عن اللون الذهبي علشان كل ما تغمقيها بتبقى حلوه معاكي ومقرمشه، وبرضه بتكون مرمله معاكي. لكن لو طلعتيها يعني لونها ذهبي بسيط كده هتيجي تاكليها هتبقى عاملة زي العجين، فلازم تديها وقتها تبقى لونها ذهبي غامق مش فاتح. تنك وراها ما تسيبهاش وتمشي كده وتقعدي تقلبي لحد ما تاخدي اللون الغامق، وهوريهولك دلوقتي. شايفين خلاص اهو، خلاص انا في الوقت ده خلاص هشيلها اهو. طبعا هي اللون باين يا جماعة في الصورة انه فاتح، لكن انا مغمقاها كمان عن كده. واحطها في الشربات وهسيبها في الشربات 10 دقايق او ربع ساعة. لازم تسيبيها في الشربات من 10 لربع ساعة علشان تشرب الشربات كويس قوي وتبقى مرملة معاكي من جوه. ما ينفعش اول ما تغطسيها تشيليها على طول. وبعد كده هنقلي الدور التاني اللي انا بقول لكم عليه. طبعا انا قليته يا جماعة اول ما عملته، يعني بكرر المعلومة دي تاني. اول ما تشكلي على طول تقلي وبعدين ترجعي تشكلي الدور التاني. شايفين هو ده التشكيل. لو انت عايزاها تكون مقرمشة معاكي بزيادة ومش طرية قوي فهتعمليها صوابع رفيعة مش قلبوزة زي اللي انا عملتها المرة اللي فاتت. شايفين خلاص احمر معايا اهو، وهشيله احطه في الشربات على طول. شايفين ما شاء الله عليه تحفة تحفة تحفة. وانا طبعا هستنى منك كومنت لما تعمليه وترجعي تاني تقولي لي رأيك فيه. انا واثقة ان هيعجبك بنسبة 100%. شايفين الجمال؟ شايفين ده مقرمش بقى والقلبوزة ديكها تحس ان هي ايه طرية من جوه كده. زي ما انت حابة بقى يا ست الكل اعمليه. واسيبكم في رعاية الله وامانه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.